رابعا التفاعل والشعور بالمشاركة. من عوامل نجاح البرنامج التحدي على اليوتيوب تحديدا هو عنصر التفاعل، الكومنتات، التصويتات، ترشيحات الجمهور. المشاهد مش بس متفرج، ده كأنه شريك بيحط رأيه، بيقول توقعاته، بيتخانق مع ناس اللي بتشجع فرق تانية، وده بيخلي البرنامج كأنه تجربة جماعية، بتحس انك مش لوحدك، لا ده في ناس تانية بتتابع وبتشارك نفس الحماس معاك. مثلا نصوحي ساعات بيحط ألعاب من اقتراحات الجمهور او تعديلات من الجمهور، فده بيحسسك انك مشارك. روندو وفقرة الروندو جد فيها جديد، ولو حد مش واخد باله يعني عشان احنا بنتطور. عملنا تعديل في القانون بناء على كومنتات، انا مش فاكر مين اللي قال الكومنت يعني، بس احنا قريناها في الكومنتس وكانت فكره صايعه جدا، وهي ده غير الحملة اللي شباب جروب صباح عملوها لما البرنامج اتأخر في النزول، كانوا مرمطين اليوتيوبرز. وعلى فكرة ساعات نصوحي بيبقى عنده حق في التأخير. من أسباب ساعات إنك ممكن تتفرج على البرامج دي إنك عايز تختبر نفسك، في لعيبة بتحاول تجاوب قبلهم، وده بيحسسك زي ما قلنا بالمشاركة. بس الجمهور صباحه لما بيحب لعبة معينة بيحب تفضل في كل الحلقات. بس خلي بالك إن تحضير الألعاب دي مش سهل زي ما أنت فاكر، لا الموضوع مهلك عشان أنت تفضل مشارك. ما هو برضو أنا ممكن أصعب لك لعبة وأجيب لك لعيبة من الدوري النيوزيلندي وأنت مش هتعرف، ما دي مش مهمة اللعبة يا صاحبي. عشان كده نصوحي بيحاول هو والتيم انهم يعملوا العاب جديده، بس طبعا في العاب سهل انك تعدها. مش قصدي انها لعبه سهله، بل قصدي ان هي مرنه لدرجه ان انت ينفع تغير في الفئات اللي فيها، زي ريسك